هل البوتوكس بيشيل التجاعيد في يوم ويخلي بشرتك بلاستيك، ولا بيبوظ وشك خالص ويضيع تعبيراته؟ اهلا بيكم، انا دكتور ايمن، والنهارده قررت اكشف لكم حقيقة البوتوكس وازاي نستخدمه وامتى وازاي نتخلص من التجاعيد بشكل امن 100%. بس الاول يا ست الكل، قبل ما نفهم البوتوكس وبنستخدمه ازاي لازم نفهم وشك عبارة عن ايه. وشك فيه 42 عضلة بالعدد شغالين طول الوقت، يعني مش محتاجين يروحوا الجيم. بتضحكي، تكشري، تستغربي، تستعجبي، تضحكي تاني، ومع الوقت للأسف الجلد اللي فوق المنطقة اللي بتتحرك مع العضلات دي بيبدأ يكرمش، وخاصة مع نقص الكولاجين بعد سن 30. الله الله على الشعر، والله بص يعني ده غير سوء العناية بالبشرة والتعرض المزمن لأشعة الشمس بدون حماية والتوتر اللي مش بنخلص منه. وهنا تحصل أزمة التجاعيد التعبيرية اللي بتظهر عادة في الجبهة وحوالين العين مع الضحكة وما بين الحاجبين مع التكشيرة. والتجاعيد دي لو سبناها بتتحول لتجاعيد دائمة مش بس تعبيرية مع حركة الوش. وهي دي اللحظة اللي بتجروا عليا فيها وتقولوا الحقنا يا دكتور، عايزين نعمل بوتوكس عشان نعالج التجاعيد. وعايزك تعرفي يا ست الكل ان موضوع التجاعيد ده مش موضوع جديد، من زمان جدا، من ايام القبائل القديمة وهم بيدوروا على حاجة تخلي وشهم املس ومفرود ومفروش تجاعيد. كانوا بيستخدموا نباتات واعشاب كتير عشان يرخوا بيها عضلات الوش. حتى دول كانوا بيدوروا على البشرة الزجاجية، تخيل. لحد ما جه القرن ال19 والعلماء اكتشفوا مادة اسمها بوتيولينم توكسين، وهي عبارة عن سم بتفرزه بكتيريا اسمها كوليستريديوم بوتيولينم. ولقوا ان السم ده لما البكتيريا بتفرزه بيعمل ارتخاء كامل في العضلات. العلماء هنا دماغهم بدأت تشتغل وقالوا لك طب ما نجرب نستخدمه بجرعات صغيرة قوي. وبالفعل في الخمسينات بدأوا يستخدموا البوتيولينم توكسين او المعروف دلوقتي باسم البوتوكس في علاج حالات الحول ورفة العين المزمنة اللا إرادية، اللي هو لما يبقى حد عنده المرض الكلابي كده مش عارف ايه يوقف عينه يعني. والنتائج كانت مبشرة جدا. وفي سنة 1987 طبيبة باسم جين كاروترز كانت بتعالج حالة حول وحقنت البوتوكس في عين واحدة، ولاحظت ان التجاعيد حوالين العين دي اختفت تماما. ومن هنا دخل البطل بتاعنا لعالم التجميل وهو فاتح دراعاته. وزي ما قلنا البوتوكس الاسم العلمي بتاعه هو بوتيولينم توكسين، والنوع اللي بنستخدمه في التجميل هو تايب A. ووظيفته باختصار ان هو بيوقف افراز مادة معينة من النهايات العصبية اللي رايحة للعضلات اسمها استايل كولين، فبالتالي يقف التواصل ما بين النهايات العصبية والعضلة تدخل في اجازة مفتوحة ويحصل لها ارتخاء مؤقت. وحط لي 100 خط تحت كلمة مؤقت دي، لان تأثير البوتوكس في الطبيعي بيستمر من 3 ل 6 شهور في المتوسط، وعشان كده بنقول ان هو مش حل دائم، محتاجين نكرره كل فترة لو عايزين النتائج تفضل موجودة. هو البوتوكس يقدر يعمل لي بشرة زجاجية فعلا يا دكتور؟ طب مبدئيا يا ست الكل، واضح انك ما بتتفرجيش على سلسلة تعالى يلا نشوف الهجايس، عشان انا غلطت اقول لكم مفيش حاجة اسمها بشرة زجاجية. بس هو البوتوكس بيعمل حاجات عظيمة جدا للبشرة الحقيقة، وتعالوا نعدها مع بعض. اول واشهر استخدام للبوتوكس هو الحقن في خطوط الجبهة وخطوط الضحكة اللي حوالين العين وخطوط التكشيرة اللي ما بين الحاجبين، اللي انتوا بتقولوا عليها 111 لما تحبوا تتنمروا على بعض. ودي بقى بنقول عليها ايه؟ خطوط الضحكة دي بنقول عليها كروز فيت، يعني رجل الغراب لا مؤاخذة. الدكاترة متنمرين وانتوا متنمرين والتنمر ماشي في كل حتة، في ايه ارحموا نفسكم شوية. المهم ان البوتوكس بيعالجها يعني متقلقوش. كمان ممكن نستخدمه في رفع الحاجب عن طريق ان احنا نحقن في عضلات معينة بتشد الحاجب لتحت، فده يدي مظهر مفتوح اكتر للعين. الاستخدام الثالث ان هو بيتحقن عشان يحسن من حاجة اسمها الجامي سمايل او الابتسامة اللثوية، يعني الناس اللي ضحكتها واسعة قوي ما شاء الله فالشفة العليا بتترفع جامد مع الضحكة بتبين السنان كلها واللثة. لما بنحقن بوتوكس بنحسن الموضوع ده شوية. الاستخدام الرابع وهو شائع برضو ان احنا نحقنه في عضلات المضغ اللي بنعالج بيها حالات تضخم الفك او الناس اللي عندها تزييق او جز على الاسنان مزمن، وده بالتالي يضعف العضلة ويساعد في تنحيف الفك وتخفيف الضغط على المفصل الفكي، لان في ناس عندها موضوع الجز على الاسنان ده بيعملوه لا اراديا وهم نايمين، يعني مش بمزاجهم. خامس استخدام برضو بنستخدم فيه البوتوكس هو
هو حالات عدم تناسق الوجه، يعني مثلا لو ناحية من الشفة نازلة اكتر من التانية او حاجب مرفوع اكتر من التاني، فعن طريق الحقن في اماكن استراتيجية واضعاف عضلات معينة ممكن نعمل توازن للمشكلة دي. سادس استخدام للبوتوكس هو علاج الماريونيت لاينز او خطوط العبوس اللي الناس بيبان عليها طول الوقت ان هي زعلانة بسبب الخطين اللي هنا دول وهم مش مكشرين ولا متضايقين، فبنحقن في عضلة معينة بتشد زاوية الفم للاسفل، فبالتالي الخط ده بيتحسن. ده غير رقم 7 ان هو ممكن يعالج التجاعيد اللي بتظهر حوالين الفم واللي بنسميها سموكرز لاينز، عادة بتظهر عند المدخنين او بتظهر برضو مع السن عشان في ناس عندهم العضلة اللي حوالين الفم دي قوية بطبعها. ولو فاكر ان استخدامات البوتوكس خلصت على كده، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده وفي استخدامات اخرى غير التجميل. عندك مشكلة وبقالك سنين بتلف على الدكاترة وتعبت من كتر اللف ومش لاقي حل، عملت لك نظام للكشف والمتابعة اونلاين مخصوص عشان اقدر اساعدك. النظام ده انا اللي مصممه بنفسي عشان يضمن دقة التشخيص والعلاج، والنظام ده يشمل متابعة على الواتساب 24 ساعة معايا شخصيا. لو حابب انك تكشف معايا ابعت لي رسالة على الواتساب اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي وهقول لك على التفاصيل وربنا يقدرني واساعدك. اولا بيستخدم في علاج حالات الصداع النصفي المزمنة. ثانيا بيستخدم في علاج حالات فرط التعرق لو اتحقن تحت الابطين او في اليدين او في الرجلين. ثالثا بيستخدم في علاج الحول، ودي اصلا كانت بداية اكتشافه في عالم التجميل زي ما حكينا. رابعا ممكن نحقنه في الندبات الجراحية بعد فك الخياطة مباشرة عشان نعمل ارتخاء للأنسجة ونمنع ان الندبة دي تخف بحاجة اسمها كونتراكشر او يبقى فيه تليف شديد شادد الجلد ومانع حركته، خاصة لو الندبة دي في مكان محتاج ان هو يتحرك يعني فوق مفصل. ده غير ان هو بيقلل التشنجات العضلية بشكل عام، وبيستخدم في علاج بعض مشاكل التبول، وممكن يرجع الصوت لطبيعته لو في تشنج في الاحبال الصوتية لو اتحقن فيها. يعني بطلنا النهاردة مش بس للتجميل، ده علاج كمان لمشاكل كتير. حلو قوي يا دكتور، انا عايز احقن بوتوكس النهاردة عشان فرح ابني بكرة ومش عايز ابان ان انا وشي مكرمش. لا، ثانية واحدة يا ست الكل، خليني اقول لك بس ان النتائج بتبدأ تبان في المتوسط من 3 ل 5 ايام بعد الحقن، وبيوصل لاقصى تأثير بعد اسبوعين، فلو فرح ابنك بكرة مش هنلحق. والبوتوكس اصلا بيخفف التجاعيد التعبيرية، يعني مش بيعالج الترهل في الجلد ولا بيملى الفراغات، دوكها اسمه الفيلر واتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديو ده اهو، هسيبه لكم تتفرجوا عليه. والمشاكل السطحية او الفاين لاينز اللي موجودة في الجلد دي ليها اجراءات تانية ممكن تتعمل زي المايكرو نيدلينج والسكين بوسترز، نتكلم عنها في فيديوهات جاية باذن الله. طيب يا دكتور، هو انا لازم استنى لما التجاعيد تظهر يعني ووشي يبوظ عشان احقنه؟ ما ينفعش احقنه بدري شوية؟ ينفع عادي جدا، وده حاجة اسمها بريفنتيف بوتوكس او البوتوكس الوقائي، بنستخدمه من سن صغير عشان نمنع ظهور التجاعيد بدل ما نضطر ان احنا نعالجها بعدين، وده بيكون اصعب. بس ده لازم يكون بقرار من دكتور جلدية فاهم، مش مجرد حماس شباب يعني. طيب يا دكتور، انا سمعت ان البوتوكس لما يتحقن كتير بيبطل يجيب نتيجة مع الوقت. ده ممكن يحصل لو جسمك كون اجسام مضادة للبوتوكس نفسه، فبالتالي بيضيع مفعوله في وقت اقل، وده بيحصل لما بنحقن على مسافات متقاربة او جرعات زيادة عن اللازم. فدايما بنأكد ان المسافات ما بين الجلسات يكون معقول، وان الجرعات تكون مناسبة للحالة مش مبالغ فيها، ولو ده حصل احتمالية ان جسمك يعمل اجسام مضادة بتكون قليلة جدا. وعموما انا عارف ان المعلومات المغلوطة المنتشرة في كل حتة على التيك توك وعلى السوشيال ميديا مبوظة لكم دماغكم، وعشان كده قررت النهاردة يبقى معانا بطل من ابطال السوشيال ميديا، مكافح التجاعيد ومهدئ اعصاب الوش وسيد العضلات. معانا ومعاكم النهاردة في قناة دكتور ايمن البوتوكس بنفسه، دكتور ايمن شو. السبتون استاذ بوتوكس، عندنا اتهامات النهارده موجهه ليك من الساده المشاهدين ومحتاجينك ترد عليها. جاهز؟ اتفضل يا دكتور، انا واثق من تاريخي. الاتهام الاول: البوتوكس بيقضي على تعبيرات الوش وبيخلي الناس كلها شبه التماثيل. ده بيحصل لو اللي بيحقن مش فاهم تشريح الوش او حقن جرعه زياده، بس في الايد الصح زي دكتور ايمن اشطر دكتور جلديه في مصر والوطن العربي لا
يمكن ده يحصل ابدا. والله يا مستر بوتوكس احرجتني بكلامك كده، الناس بقى اللي بتتفرج علينا هيقولوا ان احنا متفقين ولا حاجة. في الحالة دي البوتوكس بيهدي العضلة مش بيشلها، يعني تقدر تضحك، تعيط، تستغرب من غير ما التجاعيد تبان على وشك زي ما انا عملت دلوقتي بالظبط. الاتهام التاني، البوتوكس بيفضل موجود في الجسم وبيسبب تسمم بعد كده. يا دكتور انا فعليا بتكسر خلال ايام معدودة، ولكن تأثيري هو اللي بيستمر لشهور طويلة عبال ما الجسم يبني الوصلة العصبية تاني، واخد بالك انت؟ الاتهام التالت، لو بدأت البوتوكس مش هتقدر تبطله ابدا. والله انا مش سجاير يا جماعة، انا مفعولي مؤقت، ولو بطلتني وشك هيرجع زي الاول بالظبط، مش اسوأ. يعني مفيش اعتماد عضلي عليا اطلاقا، ولا ببوظ الوش لما بقف، ولكن الاثر النفسي اللي المريض بيحس بيه لما يحقن بوتوكس ويبص في المراية ويتبسط بيفتقده لما يوقفه، فيبقى عايز يحقن تاني. واظن دي نقطة في حقي مش ضدي. بصراحة عندك حق، بس استنى لسه الاتهام الرابع، البوتوكس بيعمل تشوهات ونفخ. انت تقصد الفيلر بقى يا ابن عمي، لكن انا بريء من تهمة النفخ. وبعدين يا دكتور انا سمعت انك عملت فيديو عن الفيلر ووضحت فيه كل المواضيع دي، هي الناس ما اتفرجتش عليه ولا ايه؟ اعتقد ان انت هتسيبه هنا اهو. طب الاتهام الخامس بقى، ان البوتوكس الفنانين بيستخدموه عشان يخبوا اعمارهم الحقيقية. وايه المشكلة؟ مش دي حرية شخصية ولا ايه؟ انا بديك الفرصة انك تحافظ على شبابك، مش بضربك على ايدك يعني. لو انت مبسوط ما تحقنيش. شكرا على رد مستر بوتوكس. ونحب نوضح للسادة المشاهدين ان البوتوكس مش لعبة ولا لعنة، هو أداة طبية لو استخدمناها صح ممكن تغير شكل حياتنا للأفضل، ولو استخدمناها غلط ممكن تعمل لنا مشاكل كتير احنا في غنى عنها. هل تعلم ان على هذه القناة العظيمة يوجد ممبرز اريا او قسم للأعضاء تقدر تشترك فيه بتكلفة رمزية جدا تدعم بيها المحتوى لو انت حابب تعمل كده، وهتاخد قصاد التكلفة الصغيرة دي مزايا كتير جدا جدا لا حصر لها، منها فيديوهات حصرية محدش بيشوفها غير الأعضاء، ومنها انك تشوف الفيديوهات بدري عن ميعادها، وان كومنتاتك بيكون ليها الأولوية في الرد، وبتستخدم ايموجيز معينة ما بيننا بقى سيكريت للأعضاء فقط. فلو حابب تكون من العظماء اللي بيدعموا المحتوى المفيد خش على قسم الأعضاء، وهستناك جوه بمفاجآت مش هتتخيلها. كمل الفيديو بقى. البوتوكس زيه زي اي حاجة في الدنيا ليها مخاطر محتملة، زي مثلا ان ممكن يحصل تورم او كدمات مكان الحقن، ودي بتكون حاجة مؤقتة. بيحصل صداع او شعور بالغثيان، وده بيكون اكتر لو اول مرة نحقن بوتوكس. ممكن يعمل جفاف في العين او عدم راحة، او يأثر على حركة العين نفسها لو اتحقن في عضلات العين بالغلط. العضلات اللي حقناها ممكن تضعف زيادة عن اللزوم لو حقنا بجرعة زيادة او في مكان مش مناسب. بس خلينا نتفق ان احسن ميزة في البوتوكس واللي قلنا عليها في الاول انه هو مؤقت، يعني حتى لو حصل احد هذه الاعراض الجانبية فمجرد ما يروح مفعول البوتوكس هيروح معاه العرض الجانبي اللي حصل، لان اقصى مدة بيقعدها معانا هي 6 شهور. لكن لو استخدمناه تحت اشراف طبي موثوق النتائج هتكون ممتازة باذن الله وامنة 100%. ولو انت سنك لسه صغير وعايزة تحافظي على بشرتك من دلوقتي وبتتفرجي عليا، فممكن نبدأ بان احنا نعمل روتين العناية بالبشرة الاساسي اللي بيتكون من واقي شمس وغسول ومرطب، واتكلمت عنهم بالتفصيل في فيديو الدليل الكامل للعناية بالبشرة. ويا سلام بقى لو اكلنا صحي وبناكل خضار وفاكهة وبروتين في كل وجبة، وبنشرب مية كتير، وبننام كويس، وبنلعب رياضة. كل الحاجات دي تحافظ لك على بشرتك احسن من 100 حقنة بوتوكس. يعني يا دكتور نعمله ولا لا؟ ده قرار شخصي يا ست الكل، انا ما اقدرش اقول لك تعمليه ولا لا، ولكن اقدر اقول لك تعملي ايه لو بتفكري. اولا تستشيري دكتور جلدية شاطر تثقي في رأيه، يعمل لك تقييم مبدئي ويحدد ايه هي المشكلة اللي عندك وايه هو حلها، وهل انت اصلا فاهمة المشكلة وحلها بشكل صحيح ولا لا. ما انت ممكن تكوني مثلا متضايقة من الخطوط اللي موجودة حوالين الفم وفاكرة ان دي حلها بوتوكس، او حلها ان احنا نحقن فيلر هنا،
ولكن ممكن يكون حلها ان احنا نرفع الوش بالفيلر من الخدود، مش هنحقن هنا اصلا. وبعد ما الدكتور يفحصك الفحص المبدئي ويقول لك الخطه العلاجيه اللي المفروض نمشي عليها، سواء بقى فيلر ولا بوتوكس ولا سكين بوسترز ولا اي نوع من الجلسات التجميليه، المفروض يفهمك المزايا والعيوب لكل حاجه من دول، وانت بتاخدي القرار الواعي بتاعك وتتوكلي على الله. كمان ممكن اقول لك على اللي انا مش عايزك تعمليه، مش عايزك تعمليه عشان صحابي عملوه ولا عشان شفته على السوشيال ميديا ونتائجه تحفه، لان البوتوكس في الاول وفي الاخر هي اداه علاجيه لازم نستخدمه بذكاء وتحت اشراف طبي، مش موضه وخلاص. عبال بقى ما تفكري في الموضوع ده، ممكن تتفرجي على فيديو الفيلر اللي بشرح فيه كل التفاصيل بتاعته، او تتفرجي على سلسله العنايه بالبشره اللي ان شاء الله تخليكي ما تحتاجيش لا فيلر ولا بوتوكس. ونشترك على القناه علشان نشوف الفيديوهات اللي جايه اول باول. انا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير. يا رب يا رب ما يبانش عليا في الفيديو ان انا بردان، عشان انا بردان قوي. الدكتور عينك اصلا مكسوره. عيني مكسوره؟ انا محدش يعرف يكسر عيني انا. احنا جامدين قوي في البلد، خلي بالك. مش عارفه انت بتتكلمي مين ولا ايه؟ ايه عينك مكسوره دي؟ انا يتقال لي عينك مكسوره؟ بالبلد؟ لا كده متدشمله، عينك مش موجوده اصلا. قصدها عينك مكسوره عشان انا عيان، يعني مش حدش عارف يكسر عيني. وانا لو كنت حاقن بوتوكس ما كانتش هتبقى مكسوره. دايما بتدور على حل عشان توصل عشان توصل، ما هي مش عارفه توصل، فلما بتجيب المواصلات بتوصلها. واكتشفوا ان السم ده لما البكتيريا بتفرده انا ما ينفعش اصور وانا تعبان، ما ينفعش والله، ما ينفع. اللي بيحصل ده حرام. البكتيريا بتفرده ايه؟ هي شغاله مكواجي طريق الحقن في اماكن استراتيجيه، نعمل توازن نعمل توازن بقى. فاهمين انتوا التوازن؟ ماشي، ثانيه نف واكمل بعد اذنك. عارف لو حطيتها في الكواليس دي والله، بص. لا ما تهددنيش. انا البوتوكس ايدي كده، بوزي كده، احقن في الجبهه واطلع كده. ان المعلومات المغلوطه المنتشره على اقتلني بقى خلاص، اضربني بالرصاص. والله انا مذيع، انا ما ينفعش ابقى دكتور، ما شغلتي. مش عارف اثبت. انا محتاج بوتوكس، انا بتنمر علينا، يعني انا بتنمر على شغلي. خلاص خلصنا الفيديو اللعين وهنقفل الكاميرا حالا.